قصة نجاح لكي يستفاد منها، خاصة الشباب اللي ما عندهم عمل. إيش هي القصة؟ القصة إن في 2 إخوان ما شاء الله عليهم راحوا في يوم من الأيام ودوروا لهم عمل، لين حصلوا وظيفة عبارة عن باريستا في أحد الكافيهات المشهورة. وكان ببالهم إنهم طبعا ما بيخلون المكان زي ما تقول دائم لهم، لا، يبغون يستفيدون ويأخذون خبرة وبعدين يفتحون لهم براند خاص فيهم. وفعلا هذا اللي صار، جلسوا في أحد الكافيهات، تعلموا وأخذوا خبرة في مجال القهوة، وبنفس الوقت راحوا لأحد المخبوزات صاروا يترددون عليه، لين ما شاء الله صاروا متميزين في القهوة وفي المخبوزات. بخليكم تشوفونهم وتشوفون قصة هالشباب. إيش هو البراند الخاص فيهم؟ وهو بهي كاف، اللي هو جاي من البحر. ما شاء الله عليهم. هذا ترى البراند ماله 6 شهور، وشوفوا شلون الزحمة. هذا وإحنا في رمضان. أنا بحاول قدر الإمكان ما نصور أحد. طيب خلونا نرحب ببطل قصتنا. يا هلا، يا اهلا، مرحبا بك يا ابو ادم. يا انت واخوك نرفع لكم القبعه. يا حبيبي تسلم. طورتم من انفسكم والان لكم براند خاص فيكم. قول لنا القصه عشان يستفيدوا منها الشباب. هذا بفضل ربنا يا رب. ما شاء الله، الله يرزقكم. سم قول يا حبيبي. اخوي كان باريستا ويشرب قهوه، وانا من محبين والله القهوه. طيب، فكنا نروح للكافي، فنحب لازم فطور، لازم شيء. كنا نمر على مخبوزات وناخذ لنا سندوتشات ومخبوزات زي كذا. فحبينا نطور ونجيب فكرة جديدة، انه نجمع المخبوزات مع الكافي مع القهوة. فسوينا لنا بهي كاف، وجمعنا المخبوزات والقهوة والحلا والشاي مكان واحد. خلال كم الفترة هذه اللي انتم جالسين ما شاء الله عليكم يعني تخططون وكذا؟ والله يمكن أكثر من 2 وإنه حل لنا والحمد لله. ما شاء الله. كل يوم زحمة عندكم. إيش اللي صار يميزكم؟ يا رب لك الحمد. قول لنا يلا سم يا طويل العمر، إيش اللي يميزكم؟ شايف الناس عندكم على طول. الحمد لله عندنا القهوة وعندنا المخبوزات. بإذن الله نقدم أنظف وأجود قهوة. قاعدين نجيب محاصيل من محصول سوار، من محمصة سوار. أقول لك فيه مهارة أنت تتميز فيها، إنك ذويق قهوة. شلون اكتسبت هالمهارة؟ والله يا رب لك الحمد. ممكن إنه من كثر ما أروح للكافيهات وتردد على الكافيهات، فالواحد يعرف المحصول الجيد من المحصول السيء. ما شاء الله. فقد ما نقدر نبغى نخلي إنه الزبون يكون متكرر على المكان، إنه يزورنا بكثرة، بحيث إنه لما يجي يجرب القهوة يجرب منتج جيد، ما شاء الله، ما يجرب شيء سيء. يا أخي الله يوفقكم. قصة نجاح تكتب وترفع لكم القبعة، إنكم طورتم من أنفسكم وفتحتوا مثل هالبراند. يا رب نحمد الله ونشكره. أقول لك أبو آدم، وش الزي هذا؟ هذا يا حبيبي الاسم. أيوه. وفيها الزي الحجازي، إنه بإذن الله تكون منشأة طالعة من الحجاز، وهذا الزي تبع الحجاز. ما شاء الله. نفسي أصور لكم اللي يتميز فيها، بس لكن لأن في عدد من الأخوات ما نقدر، فيه زباين ما شاء الله. في الشيء عندهم أنا أشوف الناس تاخذه الفرنش توست. الفرنش توست هذا ما شاء الله عليك. يجي شوكليت أو كندر أو بيكون، والحمد لله متميزين فيه. وهذه كلها خاصة فيكم؟ كلها الحمد لله خاصة فيكم. ما شاء الله. طيب شوف، هم ترى متخصصين، عندهم القهوة وبعد عندهم الشاي مع الفطاير. مع الفطاير ما شاء الله. شوف عندنا 4 أنواع للمخبوزات. ميكس الأجبان والدجاج بالرانش والتونة واللبنة بزعتر. طبعا حتى اللي عندهم أحد الأخوات السعوديات دربوها، يقولوا 3 شهور وحنا ندربها لين مشرفة وأشرفت على الحالة. ما شاء الله. الله يرزقكم وعلى المخبوزات. يا أخي، الله يرزقكم. حتى الناس صارت تسترزق منكم. يا رب الله يوفقكم يا الله. طيب أقول لك، الشاي عندكم بعد مختصين بإيش؟ شايف الشاي فيه طعمه، وش هو الطعم؟ الحمد لله هذا
تركيبه احنا شي. مسوينها. أيوه. يا رب لك الحمد الشاي. أيوه. يعني ما بتعلمنا؟ لا والله ما نقدر. بس ابشر الحاره الله نعلمكم يوفقكم. مع الله المخبوزات الشاي. يوفقكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اقول لك في جهاز نادر ما تحصل. ايش هو؟ هذا هو الفلير للاسبريسو. ايش يعني؟ هذا ترى ما يستخلص عندي لك خبره. باذن الله اجود اسبريسو وافضل استخلاص. انتوا قلت لي حتى القهوه اللي عندكم. الحمد لله عندنا بي 16 ايوه. وعندنا قهوه اليوم وعندنا سبانيش وعندنا كم مشروب بارد. كل اللي عندكم تقطير. ايوه يا رب لك الحمد. كله فلتر وتقطير ما شاء الله عليكم. ايش نوع القهوه اللي عندكم؟ هذا يا حبيبي اسبريسو. ولا النوع اللي عندكم هناك تبيعون ايش هو؟ محمصة سوائل كله سوائل سواء اسبريسو او فلتر. تعرفون اللي يجيب لك اخرها زي ما يقول. شوف شلون بعد التقديم. ما شاء الله عليكم. والعافية ان شاء الله. الله يعافيك. ما شاء الله عليكم. اسمعوا المعلومه دي. قول يا طويل العمر كيف؟ اذا طبقة الفوم ايه. مشيت معاه من البداية الى النهاية ايوه. فهذا يعتبر اسبريسو جيد. والله واذا ما مشت لا ان شاء الله ما يمشي. عندنا يمشي باذن اللي الله. محبين القهوه سووا هالطريقه. اذا رحت عند اي كافي اذا مشت معك معناها اسبريسو طبقاته جيدة. ما شاء الله عليك. على ما بالي يسوون البي 60 صح؟ ايه. قول لنا المعلومه. اذا شفت ايش؟ شوف الشاي اللي إن عندك. شفت الشاي غامق مرة ايوه. اعرف انه بدون سكر. طيب. واذا مفتح السكر سبحان الله يفتح الشاي. اكيد. اكيد إيه. ما شاء الله. كل شيء تعطينا معلومه جديده. ما شاء الله عليك. شوف طريقة البي 60 عندهم شلون. خلاص واستمتع يعني. طبعا الموقع فين؟ هذا طريق عمر بن الخطاب. هناك دوارة اللي بين حوشين الخريجي زين. وانت رايح للشمال او رايح للشرق ومقابل حوش الخريجي. اول كافي بتشوفه اللي هو بهي كاف. ما شاء الله عليه.